الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالمحظور الثالث من محظورات الإحرام عقد النكاح على المحرم. والدليل على تحريم عقد النكاح على المحرم حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره، ولا يخطب للنكاح لا تعريضا ولا تصريحا. ولا يخطب أي للنكاح لا تعريضا ولا تصريحا. لا تعريضا ولا تصريحا واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والفرق بين التعريض والتصريح في الخطبة أن التصريح هو ما زال عنه الاحتمال وتحقق منه المقصود، كقوله للمرأة: أنا راغب فيك وأريد زواجك. وأما التعريض فهو الكلام المحتمل، كقوله: رب رجل يرغب فيك، أو لعل الله أن يسوق إليك خيرا. هذا يدل على تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم، لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم وهو الجماع. وقد قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته، فكل ما يكون وسيلة للجماع في الحج فإنه يكون محرما. القاعدة في عقد النكاح أنه متى كان أحد أركان النكاح الثلاثة وهم الزوجان والولي محرما فسد العقد. متى كان أحد أركان النكاح الثلاثة وهم الزوجان والولي، متى كان واحد من هؤلاء الثلاثة محرما فسد العقد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.